السلام عليكم أحبتي مشاهدين قناة سدة الهندية، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجنا بيت رياضي. ضيفي لهذا اليوم لاعب نادي السدة سابقا الكابتن علي عماد. قبل البدء بالترحيب في ضيف الكريم لابد من لنا أن نقدم جزيل الشكر والامتنان إلى الراعي الرسمي لهذا البرنامج صاحب مجمع أتكيا سنتر. كابتن علي أهلا وسهلا بك وشرفتنا اليوم القناة السدة. أهلا وسهلا بك سيدنا، مساء الخير عليك وعلى كادر قناة سدة الهندية وبرنامج بيت رياضي. الله يسلمك أهلا وسهلا. جزيل شكر. كابتن علي، بما أنك بداية تكون مع فريق شباب الطلبة، يعني بما أنك أحد أعضاء الهيئة الإدارية لفريق الطلبة، فريق منظم محترم يمتلك لاعبين جيدين على مستوى عالي، متى تأسس فريق شباب الطلبة وما هي الإنجازات التي حققها خلال هذه الفترة؟ أحسنت سيدنا، أشكرك. بالنسبة لفريق شباب الطلبة تأسس سنة 2014-2015. لكن بعد 2014-2015 لاقى الفريق ركود، يعني لعدة عوامل، انه ورا فتره نهض الفريق سنه 2019-2020 ولحد يومنا هذا. الحمد لله والشكر، فريق شبابي، فريق منظم، فريق قيادته شبابيه فعلا، قيادته منظمه، قيادته طموحه. صح. ان نسوي لاعبين، ان نسوي فريق بقيادة الكابتن حيدر عماد. تحياتنا للكابتن حيدر عماد طبعا، وقيادة الكابتن الخلوق محمد خالد. تحياتنا. وكذلك إلى أعضاء هيئة إدارية من أحمد هندية، من عباس عادل، من مصطفى، إلى آخره سيد إدريس، وكذلك ومشى الفريق الحمد لله والشكر واستمر. نتمنى لكم كل الموفقية إن شاء الله. رحم الله عليك. كابتن علي، خلي شوية نختص بيك. كيف كانت بدايات الكابتن علي عماد ودخوله إلى عالم الكرة؟ بداياتي مع أشبال أو براعم فريق الشعلة الرياضي بقيادة السيد، أوجه له التحية، سيد حيدر سلمان. تحياتنا للكابتن حيدر. إنه بدرجنا إلى شباب الشعلة وخط الأول الشعلة. إنه انتقلنا من فريق الشعلة، انتقلت إلى فريق التاج. وكذلك هم استمرينا فريق التاج، فريق البطولات، فريق العز، فريق القوة، فريق الحب، فريق التاج. من أقوى الفرق كنا على مستوى قضاء المسيب، أي على مستوى ناحية السدة احنا هم مسيطرين، وعلى مستوى قضاء المسيب هم كذلك. وكانت عندنا عدة صولات وجولات بالفرق الشعبية بناحية السدة، وكذلك على مستوى قضاء المسيب، وكذلك على مستوى قضاء المحاويل. حققنا ويا التاج عدة بطولات، والحمد لله والشكر توفقت كلها بالنجاح والبطولات والخلق والأخلاق بذاك الوقت. الحمد لله. انتهت مسيرتنا ويا فريق التاج، انه انتقلت إلى فريق الشهداء بقيادة الكابتن رعد هادي حبيب. أوجه له التحية من خلال برنامجكم. ظليت مستمر هم مع فريق الشهداء الرياضي، والحمد لله والشكر لحد ما شوية يعني الظروف سيدنا وتزوجت وتعينت، توقفت عن كرة القدم. مثلت نادي السدة الهندية؟ طبعا سيد، مثلت فريق نادي السدة شباب، كذلك خط أول. أي شباب كنا بال2000 2001 2002 مع الكابتن أبو لقاء. النوب انتقلنا إلى نادي السدة الفريق الأول بقيادة الكابتن حسام نعمة. تحياتنا للكبير حسام نعمة. تحياتنا من خلال قناتكم للكابتن حسام نعمة، الكابتن والأب والمربي. أكيد طبعا. أستاذ علي، ناخذ فاصل ونرجع نكمل معك إن شاء الله. أحبة المشاهدين، فاصل ونعود. هذا البرنامج برعاية أتكيا سنتر لبيع غرف النوم وأضخام القنفات وكافة أنواع الأثاث المنزلي والمكتبي.
اتيكيت سنتر. اهلا وسهلا بكم احبتي مشاهدين قناه سده الهنديه مره اخرى. كابتن علي، خلينا شويه بالفرق الشعبيه. اريد فد مباراه عالقه في ذاكره الكابتن علي خلال مسيرتك الكرويه مع الفرق الشعبيه اللي مثلتها، مباراه لها طعم خاص نقدر نقول يعني. سيدنا مباراه لها طعم خاص. تعرف انت دائما بالمنطقه الواحده يكون ديربي ويكون صح. منافسه بين فريقين. نعم. اكيد طبعا. المباراه بين الشعله والتاج. في بطولة انت وقتها هنا ويا التاج؟ لا، ويا الشعلة. كنت في بطولة من البطولات. أنا كنت لاعب صغير، أنا وسيد علي علقاية. شباب. صعدنا من الشباب للخط الأول الفريق الشعلة. ذاك الوقت كانت لعبة حماسية قوية، جمهور يحضرها من ناحية السدة، جمهور يعني. شلون هسه بهذا الوقت اكو فد كلاسيكو بالسدة. كانت قبل الشعلة والتاج. والحمد لله والشكر هاي مباراة عالقة في ذاكرتي، وأول هدف إلي على الكابتن محمد أبو شنة. تحياتنا الكبيرة. بس خسرنا بوقتها المباراة 2-1. بس كانت مباراة قمة بالروعة طبعا لحد الآن في ذاكرتي. هاي على مستوى الفرق الشعبية. على مستوى الأندية، على مستوى النادي سيد، مثلت نادي السدة بقيادة الكابتن حسام نعمة، ولعبنا الدوري الأندية بمحافظة بابل. على ملعب نادي بابل. الحمد لله والشكر صعدنا للنهائي وفزنا بالنهائي 1-0 ضد نادي المشروع. فزنا 1-0 والحمد لله. يعني تدري احنا لاعبين شباب. طبعا. اني وايضا سيد علي علقايه واحمد جاسم وحيدر احمد، كنا شباب. بس اسماء كبار هسه. الحمد لله والشكر. فكان انجاز ومباراه هم عالقه في ذاكرتي على مستوى النادي. كابتن علي، عندي بعض الأسئلة راح أطرحها عليك، إجابة بالسرعة الممكنة يعني. إن شاء الله. أفضل شخصية رياضية برأيك؟ أفضل شخصية رياضية سيدنا سيد صفاء الرزين. سيد صفاء الرزين أعتبره الداعم الأول للرياضة بالسدة. مو فقط بالسدة، خلينا نكون واقعيين. شمال بابل. أنا على مستوى ناحية السدة. صح. شمال بابل وموجود بكل المهرجان الرياضية. الله يحفظه ويوفقه الدعم هاي الشريحة. أفضل مدرب؟ أفضل مدرب الكبير والأب حسام نعمة. أفضل حارس؟ أفضل حارس سيدنا، إحنا مو على مستوى الحراسات يعني أنا عاشرت جيلين. صح. محمد أبو شنة يعني هم طبعا يعني كبير، اسم كبير. حاليا علي ياسين كبير بمستوى الله يوفقه. الله يوفقه. وأيضا حسن علي أبو الأسود. تحياتي. حارس شجاع. أفضل لاعب؟ أفضل لاعب هم يعني أفضل لاعب بذاكرتي وعلى يعني الجاي أشوفه القائد والكابتن حيدر عماد. الحمد لله. أفضل لاعب شاب؟ أفضل لاعب شاب والله هم أكثر من واحد فعلا. هسه احنا نشوف مبارزين هواي. عندنا حسن جني خوش لاعب، أحمد عبد الزهرة فعلا، والولودي هم لاعب شاب. وليد خالد لاعب شاب وهداف، وإن شاء الله إلى مستقبل. نتمنى له الموفقية. أشكرك سيدي. أفضل خلينا نقول مشجع؟ أفضل مشجع بلال الزورائي. تحياتنا. الله شنو وجه بشوش، مشجع محب فعلا. أحب تشجيعه. أفضل حكم؟ أفضل حكم سيد، مو قلت لك أنا هم يعني عاصرت. أفضل حكم بالنسبة لي كان منير حميد. بذاك الوقت. بهذا الوقت برأيك؟ حاليا محمد كاظم وحسين حيدر. فعلا. أفضل منظم بطولات؟ سيد أفضل منظم بطولات هم يعني اللي بذاكرتي مبدعين. مثلا محمد كاظم وفريق شباب الحسين متعاون سيد. هسه الإيد الوحدة ما تقدر الصف. أكيد طبعا. يعني محمد القائد صح، بس عنده منظمين شباب الحسين. طبعا فعلا منظم. عندك كابتن محمد شرة، محمد صادق، هم عنده محمد صادق، عنده أحمد مغازل ويا أبو علي، وعنده أبو رائد كذلك. صح. وأيضا الأخ والصديق علي ناطق. ثلاثة ذولا منظمين بطولات يعني الحمد لله والشكر. من ينظمون بطولة تنجح. أفضل إعلامي؟
افضل اعلامي سيد والله مو قدامك، يعني انت مواكب الرياضه، مواكب المواقف الانسانيه، مواكب المشاريع، مواكب المواكب، يعني انت بكل شيء موجود، انت تلفزيونيا واعلاميا انت بس الصديق والاخ علي عدنان الكبير ايضا اعلامي ومحلل ورائع فعلا. الله يسلمك. علي عدنان هم يا سيد. تحية حب واحترام وتقدير إلى كل الأسماء التي ذكرت. كابتن علي، شوية خل ندخل على نادينا نادي سدة الهندية شوية نسولف. برأيك هل نادي سدة الهندية في هذا الموسم، يعني بما أن الأيام قريبة على بدء الدوري، قادر على تحقيق نتيجة إيجابية تليق باسم وسمعة نادي سدة الهندية سابقا؟ سيد مع الأسف يعني أنا أقول المعطيات ما تبشر بخير، وهذا ما لا نتمناه احنا كرياضيين وكمشجعين وكأبناء ناحية، ما نتمنى وضع نادينا بهذا الموقف. يعني العام الدوري لا يسر، نتائج لا تسر، يعني السنة مدجج بالمشاكل، من هب ودب يعطي الكلمة ويعطي الأوامر فعلا. ما يعني سيدنا نريد إدارة ناجحة مخططة، مو إدارة تختلق الأعذار، مو إدارة تبني الفشل على الفشل. ما نريد هذا الشيء، احنا ما نوصل النتيجة. ليش يظل نادي السدة دائما قابلين احنا بالمناطق الدافئة؟ ليش ما نتطور؟ ليش ما نوصل؟ ليش ما نفوز؟ هذا كله يتوجه إلى إدارة النادي، ودائما من نتوجه لإدارة النادي يكون العذر، شلون نقول المثل العربي، العذر بجيبه، قبل يطلعنا مسألة يعني مسألة الأموال. وأيضا عندهم أموال، وأيضا تطلع اختلاسات وتطلع هيك وتطلع سوالف يا سيدنا وما تليق بالناحية. احنا بعالم متطور فعلا. احنا نريد نشوف اليوم نادي السدة بالدرجة الأولى أو نادي السدة يصعد للممتازة. ماكو احنا بناء للنادي صحيح، ماكو سيد فعلا. ماكو استثمار. انت من تبني شباب أو أشبال أو رديف يجيك دوري، الدوري هم يعني انت محصل لك 5 لاعبين من الرديف فعلا. من الفرق الشعبيه هم محصل لك 10 لاعبين مضبوطين، وعندنا لاعبين يعني وعندنا لاعبين خارجيين. اي صح. انت ليش لاعبنا جاي يروح الغير دوري؟ صح. جاي يروح الغير. وايد عندنا لاعبين هسه يلعبون ليش ما تستثمره انت فعلا. ليش ما تستثمره انت؟ وثق بالله سيدنا، احنا لاعبنا واعرف باللاعب السداوي شلون يقول من حقه ودون ويريد يخدم المنطقه ويستحي من المنطقة فعلا. ليش تخلوه يروح الغير نادي؟ طيب مبلغ بسيط يعني استثمر قوته، استثمر جهده، استثمر ابداعه. اني ليش اهمله؟ وكل هذا يرد مردوده الى نادي السدة، الى نتائج نادي السدة. احنا سيدنا هاي كل هالنتائج ما تفيدنا، ما ملبيه طموح الشارع السداوي او الرياضيين السداويين. زين العفو كابتن، لماذا لم نرى اسم الكابتن علي عماد او احد المدربين الشباب يعني اللي موجودين هسه على سدة الهندية من ضمن الكادر او الهيئة الإدارية للنادي؟ يعني سيدنا سؤال صريح، ويعني اجابتي هم لازم تكون صريحة. اكيد طبعا، احنا يعني راح اطلع لك اللي بقلبي. طبعا احنا نريد الصراحة اليوم. سيدنا كعلي عماد وامثاله ما تجي الإدارة خلينا نقول فاشلة، ما نقدر نجي الإدارة فاشلة، ما نقدر نجي الإدارة تحارب اللاعب، ما نقدر نجي الإدارة تحارب المدرب، ما نقدر. احنا نجي نريد نبني، نريد نسوي، عندنا مجهودنا الذاتي، ما نريد دعم من واحد إذا تجي أنت. طبعا احنا نريد الحرية بالتصرف، أكيد طبعا الحرية لازم. بالاستقطاب، الحرية بالأدوات. أنا ما إدارة ضعيفة هسه النادي، تدخلات كثيرة من بعض الأشخاص يتدخلون بالنادي بالكادر، يعني سمعنا أنه يتدخلون بالتشكيلة يتدخلون بالتشكيلة، يتدخلون بالإدارة. أكو احنا كملاك تدريب أنا إذا أجي او امثالي اذا يجون ما يقبلون هذا الشيء. طبعا كابتن فلاحه احنا التقينا به سابقا، يمكن سمعت حديثه، قال انا في الفرضه وعلي لاعبين انا ما ارضى بهذا الشيء، انا
يعني بعد خير تروح خير دليل كابتن فلاح سيدنا. واني هم الحكايه كابتن فلاح احنا متورجين عليه. احنا نجي ونشوف ونتابع، يعني ماكو حتى كادر تدريبي خليه يشتغل، خليه يعمل، خليه يشوف ادواته، خليه يشوف النتائج. انت مو قبل الدوري واقاليته بمشكله، انت لعد شلون اختاريته؟ انت غير تستمر وياه. طبعا. ولحد الان احنا يجوز لحد الان ما مسمين كادر تدريبي بالسده. لا ما لحد الان. ونادي المسيب اقرب مثال، سموا كادر تدريبي وتوفقوا. ليش؟ كثره المشاكل. سيد، النادي لازم ينبني بناء صحيح من الناشئين والاشبال والشباب. اكيد. يعني العام انا شفت نادي السده وكنا تابعنا، اكو فرق شعبيه مثل النوارس، مثل المستقبل، مثل الطلبه يلعبون طوبه بالقاع. نادي السده يلعب شوت. صح. ماكو احنا مستوى نادي سيد فعلا. بعد ماكو شوت بالحالات الاضطراريه. العام شفت وتابعنا الدوري ماكو يجوز اخر لمسه واحده باص، ماكو ولا هدف او ايش كم هدف، ونتائج مخيبه للامال، وظالين بالمناطق الدافئه يعني. مع الاسف نتمنى احنا ان شاء الله نشوف نادي السده اسم من الاسماء الكبار يعني، ونتمنى لك الموفقيه. وانت اسم كبير بدون كنا نتمنى ان شاء الله نشوفك يعني من ضمن ملاك التدريب او الهيئه الاداريه. سيدنا كنا نتمنى طبعا. وداعمين وواقفين ومساندين النادي السده. نتمنى لهم الموفقيه. الله يسلمك. احبتي المشاهدين، فاصل ونعود. هذا البرنامج برعاية أديكيت سنتر لبيع غرف النوم وأضخام القنفات وكافة أنواع الأثاث المنزلي والمكتبي. أديكيت سنتر. اهلا وسهلا بكم احبتي مشاهدين قناه سده الهنديه مره اخرى. كابتن علي، موقف يعني موقف هو حزين خلال مسيرتك الكرويه او حياتك الشخصيه. سيدنا كل اصابه لاعب هي موقف حزين بالنسبه لنا. اذا كنا نلعب طوبه قبل او نتفرج او هسه احنا كاداريين بالفرق، كل هبوط مستوى لاعب هو موقف حزين يسجل لي. اليوم من اشوف اني سين من اللاعبين مستواه هبط، اقول ليش؟ هذا مستواه بعد، عمره بعد، خليه يصعد، خليه يشوف. ليش يروح لغير شغلات؟ صح. ليش مستواه ينزل؟ اللي يحزنني الإصابة ومستوى اللاعبين فقط. كابتن علي، خلينا نتكلم شوية حول الفرق الشعبية، الانشقاق اللي حاصل حاليا في ناحية سدة الهندية. طبعا مو فقط سدة الهندية، حتى يعني الكل يعرف هو، بس احنا شوية خلينا نسولف على سدة الهندية لجنتيا بعض المشاكل. رأيك سيدنا الغالي، سدة الهندية، الرياضيين القائمين على سدة الهندية كلهم رياضيين ذو أخلاق، حبوبين، وتصير المشاكل الرياضية. طبعا احنا نتمنى من الله ومنهم ومن خلال قناتكم أن يجتمعون، أن يتوحدون، أن يتآلفون الخدمة هاي الرياضة فعلا. لأن كل خلاف سببه
لاعب أو سبب مدرب أو سبب رئيس فريق يأثر على الرياضة بصورة عامة. احنا حاليا مقبلين على دوري بالنسبة لنادي السدة، ولازم تتوحد كل الفرق. الدعم هذا النادي اكيد طبعا تتوحد اليوم اذا توحدنا وصرنا تتوحد اللجنتين. اولا تتوحد اللجنتين، ثانيا من تتوحد اللجنتين يختاروا اللاعبين يقدموهم للنادي خدمة لنادي السدة، خدمة لاسم الناحية. اكيد طبعا، لا لهاي المجموعة ولا ذيك المجموعة أكيد. ولا لهذا الاسم ولا ذاك كل الاسم، الاسم سدة الهندية، كلها الخدمة نادي السدة بالاخير. كابتن علي، هي راح تكون كلمة أخيرة، سؤال مسك الختام، رسالة أو كلمة نعتبرها من الكابتن علي إلى القائمين على الرياضة في سدة الهندية وللشارع الرياضي السداوي. سيدنا الغالي، رسالتي إلى الرياضيين في سدة الهندية: انبذوا الخلاف، انبذوا الكره، انبذوا الحقد، انشروا السعادة، انشروا الفرح، انشروا الخبر الجميل في ناحية سدة الهندية. الرياضة حب وطاعة واحترام فعلا. يجب التكاتف للرياضة، يجب الحب بين الرياضيين. أكيد. الرياضة تجمع ما تفرق سيدنا. بالأخير أقول كلمتي: لا تستغلون الرياضة للأمور الشخصية، لا تستغلون الرياضة للأمور المادية. خلونا احنا ببساطتنا، خلونا احنا بحبنا لهاي الرياضة نطورها ونلعب ونتمتع ونونس روحنا، لأن هي متنفس الوحيد للرياضيين في ناحية سدة الهندية. أكيد طبعا فعلا. أحسن. أحبتي مشاهدين قناة سدة الهندية، في الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان إلى الكابتن علي عماد. يا رب من تألق إلى تألق ولا إبداع مع فريق شباب الطلبة، نتمنى لكم كل الموفقية. أهلا وسهلا بك سيدنا، ومسك الختام أشكرك وأشكر الكادر برنامج بيت رياضي، وأشكر سيد حيدر صباح الموسوي على الدعم المتواصل إلى البرنامج لإظهار الرياضيين وإظهار بهاي الحلة الجميلة اللي تسرنا وتعطينا فالدافع معنوي نحو الرياضة. أحسنت كابتن. أحبة المشاهدين، إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحيات محدثكم علي مهدي، ومن خلف الكواليس المصور المبدع إبراهيم الشريفي، ومن خلف الكواليس أيضا صاحب الإبداع والرقي الأستاذ علي آل ناجي. انتظرونا في حلقات أخرى مقبلة إن شاء الله. في أمان الله وحفظه.